هل تعلم لماذا خلقنا؟ للعبادة. ما دليلك؟ آية ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنت وجزاك الله خيرا. وإياكم. طيب هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى؟ لا، الغاية من العبادة هي التقوى. التقوى. هل تتصور؟ لا. إذن التقوى غاية الغايات. إذا كانت العبادة الغاية من خلق الخلق، فإن التقوى الغاية من العبادة وكل عبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين الغاية من العبادة فقال جل وعلا: يا أيها الناس. هذا نفير عام، نداء عام للكل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. الله. الكفار لا يعتقدون اسم الله الرزاق ولا يؤمنون بالله. الملحدون منهم وعندهم مال كثير. أسباب الرزق نوعان: أسباب مادية وأسباب إيمانية بعد الأسباب المادية. أما الأسباب المادية لتحصيل الرزق فالمؤمن والكافر فيها سواء، فمن أخذ بالأسباب رزقه الرزاق، لأن الله رب الكافر والمؤمن سواء. الله أكبر. سبحانه سبحانه. الله ما أعدله. ما منع رزقه عن الكفار لكفرهم به وجحودهم له. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلم يمنع رزقه عمن كفر به. ومن ألطف المعاني لتعريف معنى الرب قالوا: الرب هو الخالق